السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعين قناة أم هناء. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم نوريكم الطريقة باش غتصيب الوالدة العسل إن شاء الله. العسل حنا تنصيبو فوق الكانون. هذا هو العسل الصراحة الصحي، صراحة تقدروا ديروا جميع المعسلات وتقدروا تاكلوا به الخبز. نتوما تشوفوا ما شاء الله صدقات الماء. شحال د الماء؟ جوج لترات جوج ديال القوالب ديال السكر، ولا كاع ما تهرس السكر، خليه تيذوب بوحدو. دابا تخلي دابا الماء يبدا يذوب ان شاء الله يذوب. وها هو الكانون. هذا هو الصراحه الطريقه باش تصيب الوالده العسل البلجي. دابا خاصها تغطيه وتخليه ها انتم تشوفوا ما شاء الله العسل، ما شاء الله ما شاء الله. صراحه راه انا بدلت البرمه، هذه اصلا هي ديال الكانون. ها انتم تشوفوا العسل طيب ما شاء الله، العسل ما شاء الله. دابا ان شاء الله كما تشوفوا العسل حيطاب واحد ربع ساعه ولا نقول ساعه بلا ما كان هو طيب، لان تاخذ الطيب هنايا في الكانون. غتجي لي الوالده الحامض، تدير لي هي غير الحامض، ما تدير لا قنورفل لا والو. نخلو دابا ان شاء الله يطيب. ها انتم تشوفوا البنات ما شاء الله العسل اللي شاركت معكم ديال الوالده، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. تشوفوا ما شاء الله ما شاء الله العسل ديال العواد. احنا الحمد لله دائما الوالده تدي العسل ديال العواد، تدي العسل ديال العواد ما شاء الله. وهاد العسل هاد الحامض اللي تيبقى يابس سبحان الله العظيم تنشدو نعصرو حتى في الخبيز، تيكون واحد المذاق يا سلام، بحال العسل الاحمر. هانتوما بحال العسل ديال الليمون. ما شاء الله ما شاء الله ان شاء الله. دابا حتى يبرد شويه منين تكبوا هما في ديروا في القريعات ان شاء الله، ونشاركوا معكم ان شاء الله بحول الله. وها انتم البنات، ها العسل من بعد ما طاب ما شاء الله شو كي تيبان.
انتم تشوفوا العسل ما شاء الله كيخرج، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. العسل الصراحه انا هذا تناكلوا به الخبيز، تندهنوا به بغرير مسمن، اي حاجه تتعلق بالمعسلات، جميع المعسلات الصراحه. هذا العسل يليق ليه لانه هو العسل الصحي يطيب فوق العواد. كتجي ليه الوالده ما شاء الله، تدي ليه الحمض، ما تديش القرفه، ما تديش اتاي، تدي غير الحمض وتيجي الصراحه زوين زوين بزاف ما شاء الله. نتمنى يعجبكم ان شاء الله، نتمنى تكون خفيفه على قلبكم بهذه الوصفه الصراحه اللي شاركت معكم اليوم ودرناها في البلاد. نتمنى تعجبكم ان شاء الله، نتمنى تكون خفيفه على قلوبكم وبالصحه والراحه، ورمضان كريم وكل عام وانتم بخير.